الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذا مجلس جديد من مجالس الوقفات التدبرية في القصص النبوية. مجلسنا هذا في وقفات تدبرية في قصة تفقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لابنته فاطمة رضي الله عنها وزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. خلاصة القصة أنه صلى الله عليه وآله وسلم ذهب في الهاجرة، أي في وقت القيلولة، فطرق باب ابنته فاطمة رضي الله عنها، فلما دخل لم يرى عليا رضي الله عنه، فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه أمر فخرج. فقال صلى الله عليه وسلم لصحابي كان معه: انظر أين علي. فذهب فوجد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في المسجد نائما قد أثر التراب على جنبه. فرجع هذا الصحابي وأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكان علي، فجاء صلى الله عليه وآله وسلم حتى وقف على علي وأيقظه وجعل يمسح التراب عن جنبه ويقول له: قم أبا تراب، قم أبا تراب. هذه هي القصة. والسيرة النبوية ليست قصة ماضية ويا حبذا القصة، ولا حكاية سابقة ويا لحلاوة الحكاية، ولا خبر ماضي ويا لجمال الخبر، ولكنها مع كل ذلك سنة باقية، فيها الدروس والعبر والعظات، فيها التربية والتعليم. فنأتي الآن إلى الوقفات التدبرية في هذه القصة. الوقفة الأولى مشهد التواضع في تفقد البنت. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكتفي بحق الأبوة أن تأتي هي فتزوره، بل ذهب يزورها. هذا تواضع الذي ركب البراق واعتلى السبع الطباق وأقسم الله بحياته، وهو بهذا التواضع أن يزور ابنته. الوقفة الثانية تفقد البنات في بيوت الزوجية، غير مكتف صلى الله عليه وسلم بتفقدها حال كونها عنده قبل الزواج. فما أحوج الآباء إلى هذا الخلق النبوي الرشيد في تفقد بناتهم بعد الزواج. أما أن يقول بعض الآباء: خلاص من ذمتي إلى ذمته، أي الزوج، ويقطع الصلة والتفقد، فهذا تقصير وقصور. ربما كانت البنت أحوج إلى التفقد بعد الزواج منها إلى التفقد قبل الزواج. قد تكون في البيت في دائرة العائلة ونظام البيت وصرامة الأم وتربيتها وحفاوة الأخوات والإخوة، البيت له نظامه وله سيره، فتخرج بعض البنات بعد الزواج إلى بيوت أخرى فيها اختلاف وفيها تغير، فتحتاج هنا البنت إلى التفقد والرعاية والزيارة والنصح والتوجيه. لأنه يا معشر الإخوة، بعض الأزواج قد يهدم ما تبنيه سنين في بنتك، تبني في بنتك مبادئ وأخلاق وقيم سنوات، ثم يتزوجها شخص فيهدم ما بنيته في ليالي. وتعرفون المثل في بلادنا اليمنية: مخرب غلب 1000 عمار، مش عمار واحد فقط، 1000. إذن فأنت بحاجة إلى التفقد للبنت بعد الزواج، تفقدها في سلوكها، في مبادئها، في دينها، في دنياها، في سائر أحوالها، ولا تكتفي بالتفقد يوم كانت عندك. فهذا درس نبوي في تفقد البنات في بيوت الزوجية. فالحاجة قد تكون أمس والمشاعر أكثر فيضانا منك وأكثر عطشا من البنت أن يتفقدها أبوها، فتفخر بذلك وتأنس بذلك، وفي ذلك من بقاء حرمتها ومكانتها ما لا يخفى على فطن. الوقفة الثالثة تفقد زوج البنت. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يكتفي بتفقد ابنته ولا يلتفت إلى زوجها، بل سأل عنه. وفي تفقد زوج البنت أو زوج الأخت
من ترسيخ المودة وعمران القلوب بالمحبة ما لا يخفى على نبيه، وإمداد للحياة الزوجية بشريان الرعاية والتفقد، فيعلم الزوج أنه تحت رعاية والد زوجته وتفقده ونظره ونصحه وتوجيهه، وهذا له دلالات لا تخفى على نبيه. الوقفة الرابعة اختيار اللفظ. النبي صلى الله عليه وسلم هنا سألها فقال: أين ابن عمك؟ لم يقل: أين زوجك؟ وهو زوجها حقا. لم يقل: أين علي؟ وهو علي، هذا اسمه رضي الله عنه، ولكنه اختار هذا اللفظ لحكم وأسرار، منها الإشارة إلى رابط القرابة بينها وبينه، وأن هذه القرابة يجب أن تصان وترعى ويغضى لأجلها عن أي هفوة وعن أي زلة، رعاية لهذه القرابة. فهكذا النساء بحاجة إلى تذكيرهن من قبل أوليائهن بالقرابات بينهن وبين أزواجهن، وأن ترعى تلك القرابات وتصان ويغضى لأجلها عن أي هفوة وزلة. الحكمة الثانية الإشارة إلى العم المناصر المدافع الكافل أبو طالب، الذي كفل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقام برعاية منذ مات جده وهو صلى الله عليه وسلم ابن 8 سنين، وظل راعيا وكافلا وقائما به حتى بعث نبيا ورسولا في 40 من عمره صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تحول أبو طالب من كافل إلى مناصر ومدافع ومحامي، وهو القائل: وقد صدق في قوله: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فامضي لأمرك ما عليك غضاضة، وأبشر وقر بذاك منك عيونا. وهو القائل في قصيدته اللامية المشهورة، يقول في النبي صلى الله عليه وسلم: وحدبت بنفسي دونه وحميته، ودافعت عنه بالذرى والكلاكل. الذرى عظام الصدر والكلاكل عظام الظهر، شبه أنه وضع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان حدبا عليه وإشفاقا وحنانا. فكأنه صلى الله عليه وسلم يشير إلى رد الجميل لهذا العم، وإن عجزنا عن كأنه يقول: وإن عجزنا عن رد الجميل لأبي طالب لكونه قد مات فنرد الجميل لابنه علي. فألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم ليست عفوية، هي ألفاظ من أوتي الحكمة وجوامع الكلم صلى الله عليه وآله وسلم، يعلم الوفاء ورد الجميل وحفظ الصنائع للسابقين في اللاحقين، ورد جميل الآباء في الأبناء، وهي عادة له صلى الله عليه وسلم. لو ذهبت أحكي لكم الأمثلة فيها لطال المقام وخرجنا عن المرام. كيف كان صلى الله عليه وسلم يرد جميل الآباء في الأبناء، وهذا منها. الوقفة الخامسة أدب فاطمة العالي وذوقها الرفيع، حيث لم تستغل السؤال. الرسول سأل فتستغل السؤال وتستغل مكانتها عند أبيها، وتعلمون أنها كانت أحب بناته إليه صلى الله عليه وآله وسلم. كان يستقبلها إذا جاءت إليه عند الباب ويأخذ بيدها ويقبلها ويجلسها مكانه. هو القائل: فاطمة بضعة مني، أي قطعة مني، يريبها أي يغضبها ما يغضبني. ولم تستغل غياب زوجها، هذه 3 أشياء: لم تستغل السؤال، ولم تستغل المكانة العالية عند أبيها، ولم تستغل غياب الزوج فتبث شكوى عريضة، فعل وفعل وفعل وقصر ولم يعطي ولم ولم ولم، بل طوت الأمر بقولها: كان بيني وبينه أمر فخرج. وها نحن في القرن ال15 لا ندري ما هو هذا الأمر، ولو قرأنا كتب السير كلها ظهرا لبطن لن نعثر على ما هو هذا الأمر الذي اختلف فيه
الحبيبان الزوجان علي وفاطمة رضوان الله عليهم. فما أحوج نساء اليوم ونساء هذا العصر لهذا الخلق النبيل، أن يكتمن كثيرا من شكاياتهن، أو يكتمن بعض الشكاية إذا اقتضى الحال الشكاية، فلتكتم بعض الشكاية. إذا كانت الشكاية 100% فليقتصر على رفع 30-20، ما لا بد منه، فإن في كتمان بعض الشكاية إبقاء لحبل المودة بين الزوجين، وإنعاش لروح العشرة الحسنة بين الزوجين، حين يعلم أنها أخفت كذا وأخفت كذا وكتمت كذا. ما أحوج نساء اليوم ألا يجعلن ألسنتهن نافذة مفتوحة على بيوتهن. بعض النساء تجعل لسانها نافذة على بيوتها، على بيتها، على خصوصيتها، على مكانتها، على هيبتها، على حرمتها، على رزانتها، حين تفضفض كثيرا، حين تشكو كثيرا لمن هب ودب، لمن دخلت ولمن خرجت ولمن اتصلت ولمن أرسلت. وهذه الشكاية تفتح هذه النافذة فتذهب الخصوصية وتذهب المكانة. بعض النساء يكون لهن مكانة في نساء قومها وعشيرتها لما يرين من ظاهر المودة بينها وبين زوجها وأهله، فإذا بدأت تفضفض بالشكوى سقطت تلك المكانة وهدمت تلك الخصوصية والرزانة. وأيضا إذا كانت فاطمة رضي الله عنها طوت الخلاف هذا وسببه عن أبيها، عن أتقى الخلق وأرحم الخلق وأعدل الخلق، فما ظنكن يا معشر النساء في كتمان الشكاية عن النساء الأخريات وعن الصديقات وعن الزميلات؟ فإن توسيع دائرة الشكاية يفتح أبواب التدخل الخارجي في الأسرة والعائلة والعشرة الزوجية، وتدخل الأطراف وتنوعها هذا إيذان بتوسيع المشاكل وتوسيع دائرة الخلاف. فتعلمنا من فاطمة فلا كنا فيها قدوة، تعلمنا الكتمان، تعلمنا الطي، تعلمنا حفظ الخصوصية وسد نوافذ الاطلاع على الخصوصيات والمكانة السامية في الأسرة والعائلة. الوقفة السادسة للأولياء، للآباء وسائر الأولياء، إعراض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السؤال، فلم يقل ماذا قال لك وماذا قلت له، ماذا فعل، ماذا جنى، ويفعل حنان الأبوة وغيرة الأبوة على البنت، فيفتش وينقب عن أسباب الخلاف وكأنه في حال غيرة وعدم رضا بأي تقصير في ابنته. كما سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب فاطمة حبا جما، حتى يقول هذا الكلام: فاطمة بضعة مني، يغضبها ما يغضبني. خلاص، تصريح مطلق، حكم عام، أي شيء يغضب فاطمة أنا أغضب منه. ومع ذلك هنا لم يفعل هذا الحنان الأبوي، فيسأل ويشير إلى العتاب وإلى العقوبة لعلي في أي تقصير وأنه تحت الرقابة لا. طوت فاطمة أن تبث الشكوى وسببها، فطوى صلى الله عليه وسلم الأمر معها، ولم ينقب ولم يفتش ولم يدخل في التفاصيل، بل تغاضى وتغافل. وليس الغبي بسيد في قومه، إنما سيد قومه المتغابي، أي الذي يتغاضى وليس بغبي. وقد قال الله في شأن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في سورة التحريم: عرف بعضه وأعرض عن بعض. عرف بعضه وأعرض عن بعض، أعرض عن بعض، هذا هو التغافل والتغابي. فما أحوج الآباء وسائر الأولياء إلى هذا الخلق النبيل. فدخول الكبار في الخلافات الصغيرة يكبرها ويوسع دائرتها، وما كل دخول مفيد، بل بعض الدخول يشبه الدخول في عش الدبابير، قرصات ولقصات، وبعد ذلك
يتصافون أو يتصافى الزوجان وأنت هناك، تدخل في الحرب ولا تدخل في السلم. تعلمون أن أبا بكر مر ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع صخب من عائشة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل ينهرها ويغضب عليها، ثم خرج فإذا به يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة يضحكان ويبتسمان، فرجع يطرق الباب ويقول: أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. فبعض الأوقات فقد تدخل في عش الدبابير تنالك قرصات، ثم هم ذلك يصافون، بعد ذلك يتصافون ويتمازحون ويتباركون ويتعافون، وأن تبقى أنك يعني اتخذت موقفا في غير محله ولا وقته. وكم خلاف يطوى بالتغافل، وكم مشاكل تذوب وتبقى صغيرة وعابرة بالإعراض عن تفاصيلها. وهذا مجرب لمن كان له تفكر في الحياة وتفاصيلها. الوقفة السابعة: تفقد زوج البنت والسؤال عنه وإشعاره بالحنان والأبوة. فأرسل صلى الله عليه وسلم أولا من ينظر أين علي، فلم يقل خلص شأنه دعوه سيعود، بل أرسل من يتعرف مكانه. فلما عرف صلى الله عليه وسلم بمكانه جاء إليه، جاء الذي ركب البراق واعتلى السبع الطباق وأقسم الله بحياته، لم يكتفي أن يقول ادعوه ائتوني به، وله الحق في ذلك، فهو أعظم الخلق جاها عند الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن ذهب يمسح التراب عن جنبه بيده الشريفة، وكأنه يمسح أثر تلك المعاتبة بين علي وبين زوجه فاطمة، ويمسح أثر الغضب ويمسح أثر الخلاف من قلب علي وفكر علي. تصوروا يا معشر الإخوة كيف شعور علي رضي الله عنه وهو يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف عليه ويمسح التراب على جنبه ويقول له: قم أبا تراب. هل سيبقى في قلبه شيء مما جرى في البيت؟ فما أحوج الأولياء والآباء إلى هذه اللمسات الحانية الحادبة التي تعود على بناتهم ونسائهم بالبر والإحسان وحسن العشرة من الأزواج، حين يرون من أولياء نسائهم إكراما وإحسانا واحتراما وتوقيرا وتقديرا. ولذلك بقيت آثار هذه اللمسات الحانية الحادبة في قلب علي طيلة حياته، فكان أحب ما ينادى رضي الله عنه أن يقال له أو أن ينادى بكنية يا أبا تراب، مع أن كنيته أبو الحسن وكنيته أبو الحسنين، ولكن يحب أن ينادى يا أبا تراب، لأن هذه الكنية تذكره بذلك الحنو، بتلك اللمسات الحادبة الحانية العطوفة، تذكره بتلك اليد الشريفة وهي تمسح التراب عن جنبه. كيف سينساها علي؟ ما شعوره وهو يتذكرها؟ فصلى الله وسلم وبارك على البر الرؤوف الرحيم. الوقفة الثامنة: حصافة الصحابي الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يتعرف مكان علي. لم يذهب ويوقظ علي ويقول له قم، الرسول صلى الله عليه وسلم في البيت ينتظرك، فإن هذا الإيقاظ إفزاع لعلي، فسيأتيه الوسواس: الرسول الآن في البيت وفاطمة قد شكت وحكت وبكت ونثرت، الرسول الآن غاضب لغضب ابنته، وقد تكون هي المحقة في هذه المغاضبة التي لا ندري بتفاصيلها. كل هذا سيأتي من الإفزاع والإيقاظ المباشر، لكن هذا الصحابي كان في غاية الذوق والحصافة، فاكتفى بأن يتعرف المكان ثم يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تحديد المكان، فيأتي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فينال علي رضي الله عنه الأمر مباشرة دون أي تفكير ولا أي أوهام، ولا يجعل علي نهبة للأوهام والأفكار والوساوس، بل تركه أمام الحقيقة الحلوة المباشرة التي هي العطف والحنان ولمسات التفقد وجبر الخاطر وإنعاش المشاعر. فرضي الله عن الصحابة ما كان أعظم ذوقهم، ولا عجب، فهم تربية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الوقفة التاسعة وهي الخاتمة:
في هذه الوقفات خروج علي رضي الله عنه من البيت، أسلوب حكيم يحتاجه كثير من الأزواج، لأن البقاء في المقاولة بين الزوجين كلمة تجر كلمة، ولفظة تجر لفظة، وجارحة تجر أجرح، وناكية تجر أنكى، بخلاف الخروج فإنه يذيب الجليد ويطفئ النار ويسكت الغضب. هذا أسلوب حكيم. علي رضي الله عنه لما وقعت المقاولة خرج من المسجد وتنحى وذهب يقيلل، خرج من البيت وذهب إلى المسجد يقيلل فيه. رحم الله الحافظ بن عبد البر حين قال: رب هجر جميل خير من خلطة مؤذية. أحيانا تحتاج هجر جميل، فهو خير لك من خلطة تؤذي أو تؤذى. والتنحي يجعل الأمر يخف، لأن بقاء المقاولة والمجادلة والملاسنة بين الزوجين إشعال لفتيل وصب زيت على نار. وهنا يحمل وطيس ويفرح الشيخ إبليس ويقف مع النظارة يتفرج وينتظر الطلاق الذي يسعد به أيما سعادة. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان واضع عرشه على الماء ثم يرسل جنوده فيقول لهم: أعظمكم فتنة في بني آدم أرفعكم منزلة عندي. فيأتيه الأول فيقول: ما زلت بفلان حتى شرب الخمر، أي كاد له هذا الشيطان حتى شرب الخمر. فيقول له إبليس: لم تصنع شيئا، سيتوب ويتركها. فيأتي الثاني يقول: ما زلت بفلان حتى ترك الصلاة. فيقول له إبليس: لم تصنع شيئا، سيصلي ويتوب من تركها. فيأتي الثالث ويقول: ما زلت بفلان حتى طلق زوجته. فيقول له إبليس: أنت ويرفعه مكانه. لماذا يفرح إبليس بالهدم بالطلاق؟ لأن الطلاق هدم لبناء، هدم لأسرة هي أساس من أسس المجتمع. فالمجتمع هذا المليء بالإبداعات الفكرية والفعلية والقولية والكفاءات الطبية والعلمية والشرعية والهندسية وما شئت، من أين جاء هذا المجتمع إلا من البيت؟ فبصلاح البيت صلاح المجتمع، لأنه هو القاعدة الأولى والنواة الأولى. فإذا هدم وتبعثر الأولاد وفقدوا الرعاية والتربية، إيش تنتظر؟ فمن هنا يفرح الشيطان بالطلاق لما فيه من الهدم لكيان الأمة ولكيان المجتمع الأول وأساسها ونواتها. فالخلاف يشتعل بالمقاولة والملاسنة، ويقع في رمضان قبل الإفطار ما لا يخفى في وقت الإفطار ووقت العشاء. بعض الأزواج سيقيم الدنيا من أجل تفريط في صحن شفوتة أو صحن سحاوق، وينتهي هذا الخصام بالطلاق. يحضر إبليس وجنوده قبل الإفطار. وبعض الصائمين إذا صام لا يطيق أن يتحرك الذباب على أنفه، إذا تحرك الذباب على أنفه لعن الذباب، فلا تراه في البيت إلا كابوسا على الصغير والكبير والذكر والأنثى. فأدنى تقصير وأدنى تفريط خصام وجدال ينتهي بالطلاق. كان بعضهم يأتي إلى شيخنا العمراني رحمه الله فيقول: يا قاضي محمد، طلقت زوجتي وأنا غضبان. فيقول له القاضي رحمه الله: أكيد يا ولدي ما طلقت إلا وأنت غضبان، ما حد يطلق وهو يبتلع، أي ما حد يطلق وهو في غاية السرور والفرح، إنما يحضر الشيطان ويزداد الغضب تذكى نار الغضب ويصب الزيت على نار الغضب حتى ينتهي بالطلاق. وكان بعضهم يأتيه بعد العشاء، وقد وقع ما وقع في وقت الفطور، فيأتي بعد العشاء يقول، أو اليوم الثاني يقول: أمس في وقت الفطور كنت غاضب وطلقت زوجتي وأنا أريد أراجعها فوالله إني أحبها. فيقول له شيخنا: ليش ما قلت للشيطان أمس وقت الفطور أنك كنت تحبها؟ فالطلاق يا معشر الإخوة هو لا يقع إلا في الغالب الأحوال إلا في وقت الغضب، في وقت الملاسنة والمقاولة
والمجادلة والكلمات الجارحة من هنا وهناك. فعلي رضي الله عنه بهذا الأسلوب يعطي الأزواج جرعة من العلاج، أن تتنحى وأن تسكت. ذكروا عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال لزوجته: إذا غضبت فاسكتي، وإذا غضبتي فأسكت، ولم يقع بينهما خلاف، لأن الآخر ساكت، والسكوت مثل الماء يطفئ النار، بخلاف الكلام فهو كالزيت على النار. فما أحوج الأزواج إلى التباعد في وقت الخصام، أن تذهب إلى المجلس، أن تذهب إلى المكتبة، أن تخرج إلى السوق، أن تخرج إلى المسجد، أن تخرج إلى الشارع، أن تلقى صديقا، أن تتصل، أن تكتب، أن تقرأ. انفصل. فإذا سكت الغضب وهدأت نار الخلاف، ترجع بالتقويم والتوجيه والنصح. أنا ما أقول لك تسكت عن كل جارحة وشاردة واردة، لا، قف ودعها تفرق ما في جعبتها، وبعد ذلك أنت تأتي بالعلاج والنقاط على الحروف والدواء على الداء والبلسم على الجراح. هذا ما يسره الله تعالى من الوقفات التدبرية في هذه القصة النبوية، لنعلم هذه الحقيقة الصريحة اليقينية، أن السيرة النبوية ليست قصة ماضية بل سنة باقية، تحقيقا لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والأسوة إنما هي في الأفعال، أما الأقوال فشأنها الطاعة والاتباع. فهل من عودة إلى السيرة النبوية؟ عودة التفكر والتدبر واستخراج الدروس والعبر والتربية والتعليم. أسأل الله تعالى والكريم الوهاب أن يقبل بقلوبنا جميعا على سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يرزقنا بركاتها وهداها وهداياتها في عاجل أمرنا وآجله وخاصة أمورنا وعامها، إنه أرحم الراحمين. وسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.